السلام عليكم. اغلبيه القصص ديال البراكاجات ديال البنوك كيكونوا الابطال ديالهم ماشي مغاربه. القصه ديالنا ديال اليوم مختلفه، حيت اللي نفذ هذا البراكاج مغربي، حيت هذه القصه غتكون على اعظم براكاج داز في تاريخ بريطانيا، وكان راس الحربه ديالها مغربي الاصل. خليكم معي. ابراهيم العمراني ولا لي موراي هو الشخص اللي تزاد في لندن، باه مغربي امه بريطانيه. تزاد في واحد الدرب اي حاجه خايبه تلقاها فيه، الحشيش، الشفره، الفساد، وكان اخيب درب في لندن تقدر تعيش فيه. ناس باسلين، الدراري قباح، داكشي علاش لقاوه حتى هو باسل عليهم، ومع الوقت دار عصابه ديالو. كان ديما كيمشيو يضاربوا مع دروب الاخرين. واحد الوقيته كانوا ديما مبلبلين وكيجبدوا الصداع، تعرفوا عند البوليس وشدوهم. وهذا كان السبب فاش ابراهيم دوز اول مره الحبس، ضرب عام ديال الحبس. ولكن ابراهيم فاش تشد بدل العقليه ديالو، ولا معمر وقته بالرياضه، وكان باغي يبعد على الاجرام، وحيت كان من محبي الرياضه القتاليه MMA. من بعد ما خرج من الحبس وبدا هاد الرياضه القتاليه خدا شهره واسعه، وحيت ابراهيم ما كيخافش وما كيرجعش للور، كانت هذه هي الرياضه اللي غتصلح ليه وغيمشي فيها مزيان. سي ابراهيم ولا مبلبل بطولات، وديما ما كاين غير ربح، وكلشي كيضرب ليه الحساب. وهذا الشيء خلاه يوصل لاعظم بطوله في هذه الرياضه اللي هي UFC، من بعد ما ولا هو البطل العالمي لرياضه MMA. ولكن هادشي اللي ما كان متوقع حتى واحد. واحد النهار كان سهران مع صحابه ويتنوض واحد المضاربه خايبه. كيف ما عارفين السي ابراهيم ما كيرجعش للور، وكان هذا هو السبب باش غادي تضرب ابراهيم ضربه خايبه بالسلاح. هاد الضربه جاتو في بلاصه خايبه، واللي بسببها كان خاصو يعتزل رياضه MMA، والمستقبل ديالو هق مشى. ابراهيم ما بقاش بطل، ومع الوقت الفلوس بداو كيتقاداو. داكشي علاش رجع كيفكر في داكشي اللي كان كيدير قبل الحبس، وبالمساعده ديال صديق الطفوله ديالو بول الان غادي ينفذوا اعظم سرقه في التاريخ. ومن بعد ما اتفق مع صاحبه قرر يدخل العصابه، والخطه اللي عطاهم كانت ديال واحد الشركه امنيه هي اللي كتحمي الاموال، وهي اللي كانت كتوزعها على البنوك، وكانت سميتها سيكيريتاس. صحابو قالوا ليه كيفاش غادي نشفروها وهي عندها مراقبه امنيه مشدده. هنا ابراهيم بدا كيعطي التشكيله، عزل 4 منهم، قال لهم غتمشيو نتوما غتحضروا لي المدير ديال هاد الشركه اللي كانت سميتو كارل دينسون. امتى كيخرج، فين كيجي، فين كيمشي، شنو كيلبس، شنو كياكل، المهم اي حاجه كتخصو غادي يجمعوها وغادي يجيبوها ليه. ومني جابوا ليه الدوسي كامل ديالو صيفط جوج اخرين وقال لهم غادي تشفاو جوج طوموبيلات وترجعوهم على شكل ديال الطوموبيلات البوليس. من بعد ما جمعوا كاع المعلومات وشفاو جوج طوموبيلات اللي بغاو وبدلوهم على شكل ديال البوليس، ابراهيم وصاحبه لبسوا اللباس ديال البوليس وما يقصدوا البلاصه اللي كيكون فيها واللي كيجلس فيها كارل دينسون. وصلوا عنده، سلموا عليه، قالوا ليه محتاجينك ولا بدا تحضر معنا في الكوميساريه. المدير ديال ديك الشركه كارل دينسون ما شكش فيهم بتاتا. واحد شويه بقاو غاديين في الطريق وما يدوروه لواحد الفيلم، تما شدوه وكتفوه وعيطوا لماتشو، قالوا ليه باللي راه دينسون راجلك دار كسيده. وفاش صيفطوا لها البلاصه وجات عندهم شدوها وربطوها معاه حتى هي، وتما لقاو كيفاش يضغطوا على السي المدير وقالوا ليه خصك تعاوننا نشفاو الشركه. وتما ما لقى ما يدير وقال لهم صافي انا غنعاونكم. 22 فبراير 2005 وفي الليل مشاو قصدوا الشركه. دخل المدير العساسه، فاش شافوا المدير ما قالوا ليه والو، حلوا الباب عادي. واحد شويه دخلوا عليهم وحدين لابسين الماسكات، وابراهيم كان واخد كل الاحتياطات باش حتى شي واحد ما يتضرب ديك الليله. داكشي علاش فكروا بطريقه ذكيه وكتفوا هادو كاملين اللي خدامين تما وحطوهم في واحد البلاصه ومشاو قصدوا خزانه ديال الفلوس. وهاد الخزانه لقاو فيها اكثر من 200 مليون جنيه استرليني اللي هي تقريبا 25 مليار مغربيه. المهم بداو كيهزوا الفلوس بزاف، ما قدروش يهزوا كلشي وهزوا غير 53 مليون جنيه استرليني. دابا قلت لكم هاد غير كتصحابوها شويه، ولكن شوفوا شحال، حيت كتساوي تقريبا 6 مليار مغربيه. سالاو مشاو فرحانين ناشطين. وديك الساعه تبلبلات في بريطانيا، جميع الصحف جميع القنوات كانوا كيهضروا على هذا الخبر وكانوا كيقولوا بلي هو اعظم سرقه وقعت في التاريخ ديال بريطانيا ولا في العالم. البوليس ما لقاو والو حتى دازت واحد المده، لقاو واحد الطوموبيل محروقه في واحد البلاصه، وفي بلاصه اخرى لقاو واحد الكاميو اللي كانوا هربوا فيه وداو فيه الفلوس وخلاو فيه مليار مغربيه. ملي بحثوا على الطوموبيل والكاميو لقاو مولاهم واحد، مشاو عنده شدوه، وملي كانوا كيسولوا فيه اكتشفوا باللي حتى هو مع العصابه وقال لهم كلشي. وقبل ما نكملوا القصه، الا كيعجبك محتوى القصص خلي اشتراك ودير جيم وخلي كومونتير. الحربه ديال العمليه وصافي لقاو الدليل باش يعاونهم
ويشدوه. ديك الوقت كان ابراهيم مشى لهولندا، ملي تواصلوا البوليس ديال بريطانيا مع البوليس ديال هولندا باش يشدوا ابراهيم قالوا لهم ما يمكنش، حيت ابراهيم واقيلا تفكر بلادو وهرب للمغرب هو صاحبو الان. وهنا نيشان بريطانيا كلفوا الانتربول الدولي، حيت القضيه بدات كتصعب. الانتربول الدولي جاو عند المغرب وقالوا لهم بغيناكم تعاونونا، عندكم واحد جوج ديال الشفار عالميين ولا بد بغيناكم تشدوهم لينا. نشوفوا ابراهيم وصاحبو الان كيفاش عايشين في المغرب. ملي جاو المغرب بقاو عايشين الحياه السعيده والرفاهيه. ابراهيم شرا فيلا وطوموبيل اخر ما كان كيخسر الملايين في ليله واحده. 25 يونيو 2006 ابراهيم والان دخلوا الميغا مول اللي كاين في الرباط، زهاو نشطوا شبعوا دوران وما جاو فين يخرجوا، لقاو البوليس ديال المغرب محاصرينهم. ومع ابراهيم وصاحبه ما كيخافوش وما كيرجعوش للور، بقاو مضاربين مع البوليس، ولكن في الاخر شدوه. وديك الساعه عرفتوا شكون النوع ديال البوليس اللي كانوا كرواتيا. باش عاقلين عليهم اللي عقل عليهم يكتبها في كومونتير. البوليس ديال المغرب تواصلوا مع البوليس ديال بريطانيا قالوا لهم بلا شديناهم. بريطانيا طلبوا منهم باش يسلموهم ليهم، قالوا لهم المغرب لا ما نقدروش نعطيوكم ابراهيم حيت ابراهيم مغربي خاصو يبقى عندنا. صيفطوا لهم غير صاحبو الان اللي بريطاني. وابراهيم دوز الحبس في السجن الزاكي في مدينه سالا. المهم اللي معروف ان ابراهيم حكموا عليه ب 10 سنين، وكاين اللي كيقول حكموا عليه ب 25 عام، ودوز 10 سنين ومن بعد خرج برشوه وكذا وداك الشيء. وقالوا بلي رجع لبريطانيا وعاودوا شدوه عاوتاني حيت كاع ما كمل الحكم ديالو كامل في المغرب. ونشوفوا صاحبو الان فاش صيفطوا لبريطانيا حكموا عليه ب 6 سنين ديال الحبس ودوز دغيا وخرج وبقى عايش حياه رفاهيه. وبعد الصحف لاحوا التصاور ديال الان عايش حياه رفاهيه وشري الطوموبيلات والفيلات، وراس الحربه اللي نفذ معاه العمليه باقي مشدود في الحبس. المهم كانت هذه قصه ديال ابراهيم العمراني، اعظم شفار داز في بريطانيا وكان مغربي. وقبيله قلت لكم ابراهيم تشد في السجن الزاكي، والسجن الزاكي معروف وقعوا فيه بزاف ديال الاحداث، وهاد الاحداث غادي نشوفوهم في قصه جديده ان شاء الله. يلا ريحت كنسمع واحد التفرقيعة، ما حتى واحد ما كان كيتخيل ارهاب ولا. ملي خرجنا ومشينا للسيبر شويه تلاقيت مع واحد السيد خارج كله محروق